صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وجه قلبك نحو الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب سادتي من تمسك بحبلكم، أمن من لجأ والتجأ إلى حصنكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا سيد الشهداء وإمام السعداء، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أحبيب حافظات وحقك، أن من حبيب نتعلم إحنا. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا ابن المظاهر بالولا، إن كان ينهض بالولا الترحيب. بأبي المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترغيب والترهيب. ما زاغ قلبا على شيبته، نزل فارسا مقداما سيفا من أسياف أمير المؤمنين، انخرط في أوساطهم، خرج من أعراضهم، أهلكهم دمرهم. أراهم أيام صفين والنهروان، وعلمهم شلون ينهض الإنسان عن عقيدته، يدافع عن مبادئه. ما زاغ قلبا عن جيوش أمية يوم استطارت للرجال قلوب. يا حاملا يا حبيب، يا حبيب الحسين، يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء المضروب.
مذ لاح وجه ابن الرسول بكربلاء. شو تسوي انت لو تشوف قبة الحسين؟ وش تسوي إذا وصلت؟ الله يرزقنا وياكم الزيارة يا حبيب، سجلنا في سجل الزائرين. شو تسوي إذا لاحت لك القبة؟ شو تسوي؟ مذ لاح وجه ابن النبي بكربلاء بيد الحسين لواؤك المنصوب. ايش سويت يا حبيب؟ اريدك تتأمل بي حتى تسوي مثله. قد رحت تحبو للغريب بلهفة وله محياك الحبيب طروب. تناول حبيب العلم من كف الشفية وهز بيمينه وقال طابت للمني. حياهم الله. انت الخطيب الليل. عايف حياتي والأهل لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد. نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة. اعلنها نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة. يزيد يا ابن الرسول وطاعتك فرض علي. قل له والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوني، وذرة وعظامي بالهوى وتال انشروني. 70 مرة هالفعل يجري علي. ايش راح تسوي؟ والله يا ابو السجاد ما فارق جمال، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك. روحي ومالي والاهل كلهم فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك. والتفت لاصحابه وعبرات جري. قلهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون. وليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا بعد ما ننفن كلنا سوية. قال البطل عباس ما ترضاش يمنه، المطلوب اخونا والحرم كلها حرمنا. وان كان ثار الكون يتقدم علمنا، منشور بيدي واخوتي تمشي بفيه. قال الشهيد حسين يا مهجة الكرار، قدامنا خلها يا خويا تفوز الانصار. منا ومنهم يا الاخو تتقصف اعمار، وتالي النهار خيامنا تبقى خليل. وارحم تلك الأعين التي سالت دموعها رحمة لنا.
وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. نهضة الحسين عليه السلام ليست حركة من سنخ حركات الإنسان، وإن كان البعض ما استوعبها وهو معذور. أي إنسان يستطيع استيعاب نهضة رعتها السماء قبل أن يولد صاحبها بآلاف السنين؟ شلون أنا أقدر أستوعب كل هذه الإرهاصات والسماء هي التي تدفع نحوها دفعا؟ شفنا شلون أول إنسان تخطو رجلاه على هذه الأرض كيف بكى على الحسين، ومن بعده نوح كيف بكى على الحسين، عيسى وموسى، زكريا ويحيى، إبراهيم وإسماعيل. كل هذه الخيوط المتشابكة والحسين بعد لم يولد. فأي نهضة هذه بإمكان الإنسان أن يستوعبها؟ أنا ما ألوم، كل يدلي بدلوه، خلهم يحجون، لأن الحسين ملفت للنظر. الحسين عليه السلام كأنه شمس تعشي الأعين، ولذا الكل يوصف بوصف لأنه لا يرى. إذا أردنا أن نأخذ توصيفا مقاربا للحقيقة لابد أن نقرأ توصيف أهل البيت عليهم السلام. النهضة هذه ليست نهضة واحدة، لا، متشظية متوزعة قبل ولادته، وخلينا احنا نبدأ من ولادته، لأنها نهضة المعصومين من جدهم صلى الله عليه وآله إلى آخر إمام روحي لهم الفداء. النهضة معناه ارتقاء بما يريد الله عز وجل إظهاره. الحسين عليه السلام هو حافظ رسالات الأنبياء. تعب هؤلاء الرسل ومجهوداتهم لولا الحسين لذهبت أدراج الرياح، ولذا كان لابد للسماء، وهذا اللي حصل، من الحفاظ عليها، بما أنه سوف يقتل من أجل الحفاظ على دين الله، توحيده، عبادته، وتأسيس دولته على هذه الأرض. حسين هو الممهد والحافظ للرسالات والممهد لدولة الحق. زين، وكيف يرعون هذه النهضة؟ بخلق نهضات. شلون يعني؟ نهضات مختلفة عن ما يفكر فيه الإنسان. لاحظ، مولود
بحجم الحسين عليه السلام وعظمته مؤمل لحفظ الرسالات يولد في وقت خطبة النبي صلى الله عليه وآله، النبي على المنبر، إذ سكت. شافوه مسجد مملوء، النبي سكت، نزل راسه، معناه شنو؟ الوحي أو جبرائيل نزل عليه. ينتظرون آية، ينتظرون انذار، تبشير، خبر. سكتوا كلهم، هدأ المسجد كأن على رؤوسهم الطير. وإذا برسول الله يتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم. ايش صاير يا رسول الله؟ فرحنا وياك. فقال: الساعة ولد الحسين. الحسين نعم، ولدت فاطمة، وهذا جبرائيل يبشرني بولادتها ويأمرني عن الله عز وجل أن أسميه شنو؟ حسين. تحب هالاسم انت. فجأة ذيك الابتسامة اختفت، ذاك السرور تلاشى، النبي نكس راسه يستمع، ثم فجأة انفجر باكيا. نفس اللحظة صار يبكي بكاء مرير، بحيث انكسرت قلوب الحاضرين فصاروا يبكون لبكائه. شوف، هذا أول مأتم للحسين بعد ولادته، هذا أول مأتم. جبنا البارحة مأتم نصبه منه الله عز وجل لموسى، ونصبه جبرائيل لنوح ولآدم ولمن بعدهم. لكن الآن بعد ولادة الحسين، بعد حلوله في هذا العالم، بكى النبي بكاء يعني جعل كل من حضر يبكي لبكائه. واستمر البكاء فترة، بحيث ضج المسجد كله بالبكاء. موجود سنت. ضج المسجد إلى أن هدأ النبي صلى الله عليه وآله. التموا حوله، جو كلهم عند المنبر. ما أصابك يا رسول الله؟ صاير ليش؟ أنت مو قلت الزهرة ولدت، جبرائيل بشرك، والله اللي تولى تسميته، فجأة تبكي ليش؟ قال: لأن جبرائيل أخبرني أن الحسين يقتل. يقتل؟ قال: نعم، مو يقتل بس، يذبح كما يذبح الكبش. يموت غريب وحيد عطشان، يستغيث فلا يغاث، يستجير فلا يجار. تدري
موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يناجي الله، يقول لك واحد من بني إسرائيل ارتكب جرم، أذنب ذنب عظيم، وسطني، زين، أشفع له عندك أن تغفر له. قال له طلباتك مجابة، أغفر لكل من استغفرني إلا قاتل الحسين. شوف عظمة وبشاعة مقتل الحسين، بحيث النبي انفجر باكيا. هي نهضة، والنهضة الكبرى هي بيد المؤمنين، هي التي تبقي يوم الحسين حاضرا في النفوس على رؤوس الأشهاد. هو ما يريد بكاء وحسب، ما يريد بكاء عادي، يريد بكاء بلوعة رحمة للحسين وبصرخة حسيني. لا تستحي، مرحومة الصرخة، مرحومة، مو تفكرها يعني هالشكل تصدر وتروح، لا، يريد نهضة. ولهذا يقول اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم. أنا أريدك تستوعبها لأن كلماتها بسيطة لكن مراميها كلش عالية المضامين. عابوا عليهم خروجهم، أنت تشوف هاي مجرد زيارة، هذه مو مجرد زيارات، لا. شوف شلون يعبر عنها الإمام، اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم. مفكرين هذا مجرد عواطف تأخذ من يحب الحسين بدون هدف. الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية العظيمة يكشف لك سر من أسرار الزيارة والبكاء والنحيب وإقامة المآت، وأنها ليست مجرد عواطف فارغة. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن شنو؟ عن الخروج؟ لا، فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا. ملتفت أنت؟ كلمات الإمام على بساطتها لكن أهدافها ومراميها لا تعد ولا تحصى. فلم ينههم ذلك، كلام الناس، وقوف الناس في وجوههم، فرضهم الأتاوات عليهم، منعهم بالقوة بل بحد السيف. قال اللي يزور حسين منه ينقطع جفه. انطينا جفوفنا بالحال ورحنا نزورك بلهفة، عنك ما منعنا الخوف،
قطعوا من ايدينا جفوف. لاحظ كلام الإمام. فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا. هذه نهضة تحفظ نهضة الحسين عليه السلام، تبقي شعلته متقدة. ولذا انت بلسان الروايات مو زاير ناصر، ناصر انت تحفظ نهضة الحسين عليه السلام، نهضة. انت الذي تبقي هذه النهضة الأساس حاضرة في القلوب، وبالتالي تبقي آثار نهضة الحسين حاضرة. رسالة الحسين حاضرة، فداء الحسين حاضر، وبالتالي حفاظ على الرسالات هو على عاتقك. هذا ما قال نهوض وصول، لا، شخوص. شخوص يعني شيء ظاهر. تقول يعني الإمام يبالغ؟ لا، طالع أنت بعينك، وما راء كمن سمع، طالع بعينك. يبالغ الإمام؟ لا، الإمام يتكلم بشيء كأنه يراه. الملايين تزحف نحو الحسين، وكربلاء تتسع لزواره. اكو نهضة من السماء، ونهضة من الأرض، ونهضة من الأنصار، ونهضة من مواليه وزواره. لهم أيضا أنصار. هذه منين؟ هذه الله محضر لها، وإلا أنصار واحد معينين، واحد. والإمام السجاد عليه السلام يجي وهم بلا رؤوس، ويقول هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. سيعرف عمه، يعرف أنصار الحسين واحد، 72 واحد، 73 واحد. شلون يعرفهم كلهم؟ لأن هي القضية محضر لها قبل أن يخلق الخلق. قاعد يبكي وحاط راسه بين ركبتيه بعد صفين. اجا الى امير المؤمنين يطبطب على ظهره: حبيب، ما الذي يبكيك؟ قال له: مولاي، عندي خبر من رسول الله أني أقتل شهيدا، وأنا شهادة تحت لواء غير لواءك ما أريدها. أنا أريد أفوز بالسعادة والشهادة بين يديك. قال له: لا بأس عليك يا حبيب. قال له: شلون مولاي؟ ما في شيء يضمد جراح قلبي الآن. قال له: بلى، أنت الشهادة صدق مذخورة إليك. وين؟ أنا أريد أستشهد بين يديك. قال: تستشهد بين يدي من الشهادة أعظم
من شهادتك بين يدي. عجيب. قال له شوف، شايف هاي الآلاف؟ عندي 100,000 سيف، إلا بتنصره ما عنده إلا 70 واحد بس. شايف شلون أنا بمأمن؟ إلا راح تنصره غريب وحيد، إلا بتنصره عطشان ظمآن، تستشهد بين يدي الحسين يا حبيب، فلا تقصر في نصرته. شوف شلون الاستعداد قبل 20 سنة، استعداد كامل، وهال20 سنة طبقت على قلب حبيب. كل يوم يشوفه يفكر بس متى يأتي رسول الحسين. وأعطي علم المنايا والبلايا، وعلموه مو بس شلون ينصر الحسين، شلون يقتل الحسين، وعلموه شلون تسبى نساء الحسين، فكأنه يرى ذلك بعينيه. هذا ظل إتاني إلى أن جاء هذا اليوم. طرق الباب، خرج حبيب مستعد، قلبه فرح مسرور بالشهادة. فتح الباب وإذا برجل ملثم شد لثامه على وجهه. السلام عليك يا ابن مظاهر. قال وعليك السلام ورحمة الله. من أين قدومك؟ قال من كربلاء. من كربلاء؟ قال بلى. من الحسين؟ قال ومعك كتاب الحسين؟ قال بلى. طلع الكتاب، أخذ متلهف حبيب، تلهف، أخذه وضعه على عينه، قبله وضعه على رأسه، فتح وإذا من الحسين بن علي. شو هالاسم، شو هالرسالة اللي ينتظرها صار له سنين. من الحسين بن علي إلى حبيب بن مظاهر الأسدي. أما بعد فعجل يا حبيب، انتظر قدومك. سالت دموعه على خده. الآن اطمأن قلبه، لكن شلون يطلع؟ مو جاء واحد طرق بابه، جو أولاد عمه وكانوا عينا عليه، جو كلهم طرقوا الباب، فتح لهم، دخلوه. حبيب أنت كبيرنا، أنت شيبتنا، أما سمعت عن الحسين وصل إلى كربلاء؟ قال بلى. أو عازم أنت على نصرته؟ قال إنما الحسين سلطان ويزيد سلطان، ما لنا والدخول بين السلاطين. قالوا نعم الرأي. فرحوا بهذا الكلام، راح يزفوه لابن زياد. ابن زياد يخاف من الرؤوس هذه رؤوس، يعني وراء حبيب آلاف سيوف. طلعوا من عنده، بس دخل وإذا زوجته أمامه. حبيب ألا تذهب لنصرة الغريب؟ أنت معيشنا طول عمرك وأنت تقول
أنا ناصر الحسين. وتالي يجيك رسول الحسين يستنجد بك وتقول الحسين سلطان. شمالك يا بنت العم؟ قالت إن لم تذهب لنصرة الحسين اسمع فخذ مقنعتي وأعطني عمامتك أذهب لنصرة ابن رسول الله. قال لها يا ابنة العم كربلاء فيها قطع الرؤوس، ترى كربلاء مو لعب، أروح ما أرجع، من يتكفل بكم؟ تصيري أرملة، يصيروا أولادي أيتام. قالت يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرة، يا حبيب الخطيب انت اللي لها، يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصر. كربلاء يقولون ظل مفروض بغلة كربلاء يقولون صوت المصطفى حط الخيام، ما لنا صر يا حبيب وعنده أطفال وحر. قول كان مات حسين ما يرتفع للشيعة، ترضى لي بالخدار وحسين تهتكنس. ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرع، كان ما تنهض بهمه وتطب ذيك جيب العمامة يا بن عمي وخذها المقنع. ظل حبيبي عاين لها وغصبها للدمعت، صيح ما يحتاجها نخوات بطل من الحنين، وانا عبد ابن الرسول او عبد امير. ذاب قلبي من سماعت بكربلاء خيم، واسمع يقولون جاء من الاعادي حاط. لأنعمنك عينا يا ابنة العم وما حل ذيك الشماية يوم طبل طلع عباس البطل بأولاد أخوه. مرحبا 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 يقل الشهيد وزينب. وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته، اجتمع عليه بنو هاشم، اجتمع عليه الأنصار. هذا يرحب به، هذا يهنئه، لكن من بين هذه الجموع وإذا بشاب أقبل عليه. جاءه علي الأكبر لكن ما كلم بصوت رفيع، اجعد أذنه. الله، ليش؟ ما الذي يريد أن يقول؟ عم حبيب، عمتي زينب تبلغك السلام. ليش يا علي الأكبر؟
ما تقدروا تسمعوا أو تسمعوا اسم زينب لأحد. ذولا بني هاشم والأنصار اسم زينب عزيز عندهم. لما سمع اسمها قال من أنا من أكون حتى تبلغني عقيلة الطالبين السلام. اسمح لي مولاي أقبل عليهن وأسلم على العلويات. قال دونك يا عم يا حبيب. فأقبل مع علي الأكبر يحيطون الأكبر القاسم. وصل إلى طرف مخيمات النساء ورفع صوته السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. ثم أنه جثى على ركبته وحث التراب على رأسه مناديا هنا. الله الله شي مألم قلبها عند علم. اللي وجدك يا زينب ش عندك يا حبيب يوم تحملين على ظهر جمل ضالع. جمل ضالع يعني ضلوع بارزة هزيلها. يوم تحملين على ظهر جمل ضالع بغير غطاء ولا وطاء يتفرج عليك القريب والبعيد. زينب زينب ورأس الحسين أمامك على رأس الرأس. عليك السلام يا عم يا حبيب. وأنت كذلك كأني برأسك معلق على لبان الفرس تضربه الفرس بركبتيه. مو بس راس الحسين لكن راس الحسين على راس الرمح. حبيب لا تقصر في نصرة الغريب. جاء من زينب سلام ومدمعه بالحالسة واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا. صاح يا زينب وسافة تركبين على حية بحسن تحية وسر قلبها بنخوة. وصاح زينب يا الذي من قبل كنت مدلله تروح شيعتكم طبوق فوق الصعيد مجدله. أرواحنا قول أرواحنا تطلع ولا تركب الناقة. لا أنعم لا عينك يا ابنة أمير المؤمنين. ولما كان اليوم العاشر وتساقط أنصار الحسين بين طعين وصريح وذبيح وجريح نهض مولانا حبيب استأذن من الحسين فأذن له وخاض غمار الصفوف واخترق الألوف. عظم الله أجوركم. أين المنادي وحبيبه؟ حتى شتتهم وفرقهم وقتل منهم 70 فارسا. عظم الله أجوركم. وهو يرتجز ويقول أنا حبيب وأبي
ليش ما تنصر الناصر؟ أنا حبيب وأبي مضاي، فارس هيجاء وليث قسور، إذ برز إليه التميمي شاهرا سيفه، ضرب حبيب على راس، شق هامته، صار يتهادى على ظهر فرسه، إذا أقبل بديل بن صريم برمح طويل وطعنه في خاصرة. يستاهل يا شيخ الأنصار إن شاء الله من الزوار هالسنة. فخر من على برج مهره مناديا أدركني. رواية تقول جاءه الحسين ومعه زهير وبرير وبعض الأنصار، وإذا بالقوم احتوشوه يطعنون ويضربون ويجرحون، فرقوهم عنه، وإذا فيه رمق تسمعني أنت لولا أريد قلبك تفتحه. فنزل إليه الحسين رحمك الله يا عم يا حبيب فقد كنت فقيها. لكن زهير لاحظ أن عينه مفتوحة، فنزل إليه ورأى شفتيه تتحركان، فأدنى أذنه من شفتيه، وإذا به يقول زهير لا تقصر في نصرة الحسين. على الأنصار يا قلبي تفطر، يا قلبي تفطر تهاوى، ومثل ما هو النجم الخط. اي والله هذا الرمح بفادة الذنة، وهذا بيه للشاب رنة، وهذا الخيل صدر رضرضا، وهذا وذاك بالهندي موذر، هو وما بين من قطعة بوريد، وقع راسه وبين الطارة ايده، وبين مشبح برمية شديدة. اي والله وبين الصار للشايا يا بمكة. لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون يتسابقون على ذهاب الأنفس. اللهم بهم وبعظيم حقهم اكتبنا في زوار الحسين، دونا في سجل الباكين على الحسين، اقض حوائجنا بالحسين، اشف مرضانا بالحسين، غير سوء حالنا بحسن حالك بجاه الحسين، ارحم موتانا موتى الحاضرين موتى المسببين من مات على ولاية أمير المؤمنين، لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات. يا حسين ومصابه يا
ولجل العين سجابها يا حسين وخويا ويا روحي الهادي يا حسين ولجل العين سجابه وخويا ويا روحي الهادي ويا ابن امي ويا صبي عيني وزينب تيون وتنايدي اسمعني بارك الله بيك مأجور يا حبيب. أرد أزور حسين برض الغاضرية يا حبيب، سجل اسمي قبل لا تجي المنية يا حبيب. أرد أزور حسين برض الغاضرية يا حبيب، سجل اسمي قبل لا تجين المنية. سجل اسمي يا حبيب نظرة لضريح الغريب، سجل اسمي يا حبيب نظرة لضريح الغريب يا حبيب يا حبيب. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. يا حبيب أرد أزور حسين برض الغاضرية يا حبيب، سجل اسمي قبل لا تجين المنية. سجل اسمي يا حبيب النظرة لضريح الغريب، سجل اسمي يا حبيب النظرة لضريح الغريب يا حبيب يا حبيب يا حبيب. أرد أزور حسين برض الغاضرية يا حبيب، سجل اسمي قبل لا تجين المنية. سجل اسمي يا حبيب النظرة لضريح الغريب، سجل اسمي نظرة لضريح الغريب يا حبيب. ايش ما رجع زاير ارتجف حاير، روح تطلع من تشتم ريحة ثيابه، يحكي واتحسر واحكي ما اقدر، اسمع بانفاس يا حسين ومصاب، واشتهي موته نسمع بصوته، شلون كان حسين مني هاللي باحبابه، شلون كان حسين مني هاللي باحبابه. شرد اقول يقول لي ما شفتك اجيت ويانا تمشي، شرد اقول عيني حضرة ودمعة الطوف على رمشي، وبس اجاوب بالنحيب نظرة لضريح الغريب، بس اجاوب بالنحيب نظرة للغريب يا حبيب. من تمر صورة الحضرة معمورة، وكلها وصلت يا
حبيب وما اجيت انا ينكسر قلبي عاجز ويحبي أعمى بس تكحلت بالحضرة أجفانا وهم لي المسمع والما سمع يسمع وقت ما صرخات موكب تمر باذانا وقت ما صرخات موكب تمر باذانا والمريض لو وقف يمك كسير بقلب عله والمريض عيوني ادخل الصحن سالم تقله هاي بواب الطبيب نظرة لضريح الغريب هاي بواب الطبيب نظرة لضريح يا حبيب إلى الشاعر حسن طاهر المعبد كافية تعذب بحق دميع زينب ردك بهالليلة تجبر خاطر الخدة عندي بس دمعي يحكي عن وضعي لهفة الخادم وشوق حسين بس عالم يا ابن ظاهر خذني بس ساير يا ابن ظاهر خذني بس ساير والله كل ليل ردت ادخل الصحن لاطم والله كل ليل ردت ادخل للصحن لاطم بالضريح عندي دمعة هناك اريد تهلها عيني بالضريح ويا تراب حسين يتعانق جبيني بعيد دلالي قريب نظرة لضريح الغريب بعيد دلالي قريب نظرة يا حبيب بشوق للغالي هذه أحوالي جن مسلم يا حبيبي وعايش بكوفة هالجهات أربع حسين بس يطلع نوره بس يقبل كل شي غير ما أشوفه كل شي ما رايد بس طلب واحد كل شي ما رايد بس طلب واحد خذني لو ذرة تراب بخطوة ضيوفه خذني لو ذرة تراب بخطوة ضيوفه والحسين بس شفت نور رجعت له من مماته والحسين قلبي مات بشوقه يتناطر حياتك يمك جروحي تطيب نظرة لضريح الغريب يمك جروحي تطيب الغريب يا حبيب عندي الجنة لما نتعنى يمك اشرب شاي واكل زاد ابو اليمه صيح ابو الموكب الا عندي طلب لو اروح لابو فاضل واشتكي يمه لو شفت رايه وماني مشايه يا حبيب انكسر خوفي مقصر بخدمة يا حبيب انكسر خوفي مقصر بخدمة
إلا هاي لا تحاسبني على تقصير لي بيا، اللي هاي أنا حيلي مقصر بحق الزكية، اعذرني واكتب لي نصيب نظرة لضريح الغريب، اعذرني واكتب لي نصيب نظرة لضريح الغريب يا حبيب، يلا يا حبيب أرد أزور حسين برض الغاضرية، عيده يا حبيب أرد أزور حسين برض يا حبيب، سجل اسمي قبل لا تجين المنية، انت قول سجل اسمي يا حبيب، النظرة لضريح الغريب، سجل اسمي نظرة لضريح الغريب يا حبيب، يا حبيب يا حبيب، وياك دنيا وآخرة يا حسين يا حسين، وياك دنيا وآخرة، وياك دنيا وآخرة، بكل نفس عهد الولاء نجدده، تبقى كلمة يا حسين الخالدة، دنيا ظلمة بلايا مصباح الهدى، واحد انت وكربلاءك واحدة، واحد انت وكربلاءك يا ابن البتول الطاهرة يا حسين يا حسين، يا ابن البتول الطاهرة، إيه سيدي اسمك يظل أقدس اسم، انت يا قصة عشق ما تنفهم، الله رافع رايتك فوق النجم، تبقى بعيون اللي يحبونك حلم، تبقى بعيون اللي يحبونك حلم، وياك دنيا وآخرة، إيه وياك دنيا وآخرة، إيه للرفض منك درس نتعلمه، انت بدء الدين انت الخاتمة، ما نعوفك عاهدنا فاطمة، قل له ما نعوفك عاهدنا والله فاطمة، وياك بيعتنا نوقعها بدماء، وياك بيعتنا نوقع ما يا ابن البتول الطاهرة، يا ابن البتول الطاهرة، للأبد يا حسين حبك بالقلب، من يمر اسمك مدامعنا تصوب، سيدي للحاربك نبقى حروب، خاطرك هالدنيا نقلبها قلب، خاطرك هالدنيا نقلب وياك دنيا وآخرة، وياك دنيا وآخرة، إيه أستظل باسمك بيوم الشداد، انت فوق شفافي أحلى من الشهاد، يا ملاذ وعصمتي والمعتمد، قصرانش ما أقدم لك بعد، اي والله قصرانش ما أقدم لك بعد، وياك دنيا وآخر سين، وياك دنيا وآخر يا سيدي المنحرم من العذيب، خادمك وعليك أنا أنحسب،
انت حب وتدري غيرك ما احب، طلبتي اسمي بسجلك ينكتب، طلبتي اسمي بسجلك ينكتب، وياك دنيا واخره مأجور، وياك دنيا واخره. اي سيدي المنحرم من العذب خادمك وعليك انا انحسب، انت روحي انت حب، انت حب وتدري غيرك ما احب، طلبتي اسمي بسجلك ينكتب، طلبتي اسمي بسجلك ينكتب، خادمك لا تتعذره يا حسين، اي خادمك لا تتعذره. الله جينا ننشد كربلاء مضيعينها، ننشد كربلاء مضيعينها، بيها زينب قالوا ميسرينها، بيها زينب يسرها ولالها واحد فزع، شال حاد ضعونها بسع وقطع، جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وينها، ما تدلون الشريعة وينها، واويلا 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 لا واويلا لا يا علي يا ابو حسين يا علي حسين يا الله، بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اشفي مرضانا يا الله، وارحم موتانا وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واحفظ مراجعنا الكرام بحق الحسين الشهيد، وبحق الصلاة على محمد وآل محمد.